يا مساء الجمال على احلى متابعين. نفسكم في اكلة مطاعم فخمة بس مكونات بسيطة في المطبخ. النهاردة هنعمل مع بعض الدجاج الصيني بالصوص الحلو والحامض مع النودلز. احلى واوفر بكتير من المطاعم والنتيجة انبهار. في اقل من 30 دقيقة هتحولي مطبخك لمطعم صيني. دجاج سويت اند ساور مقرمش وصوص ملوش حل مع التشاينيز نودلز، حاجة كده طعمها تحفة جدا. هقولك على كل التفاصيل وكل التريكات، بس اهم حاجة تابعي معايا الفيديو للاخر، ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وتشتركي معايا في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد من وصفاتنا. ويلا نبدأ ونشوف عملنا الجمال ده ازاي. كان طعمها خرافة. يلا نبدأ. اول حاجة هبدأ بيها هي الفراخ. انا جبت كيلو صدور فراخ، غسلتهم كويس جدا جدا وقطعتهم وصفيتهم كويس في المية. تمام، لازم الفراخ تكون مصفيه ميتها كويس. انا مقطعه الفراخ شرايح زي ما انتم شايفينها كده. هنتبلها بتتبيله سهله جدا وبسيطه جدا. حطيت 4 معالق كبار مليانين على شكل هرمي من الدقيق، وهي دي التتبيله اللي هنقعدها فيها وهناخدها نحمرها زي ما هي كده على طول. 4 معالق كبار مليانين على شكل هرمي من الدقيق، وهنحط كمان معلقتين كبار مليانين على شكل هرمي من النشا. يبقى 4 دقيق و2 نشا. سهلة جدا جدا وبسيطة ومكونات بسيطة موجودة في كل بيت. معلقتين النشا اهوت، حطيت معلقتين كبار من النشا. هنحط الملح، ملحي بقى حسب ذوقك. انا حطيت تقريبا معلقة ونص صغيرين. عايزاكم تقولوا لي بتحبوا الاكل الصيني ولا لا، يعني اللي بيحب الاكل الصيني يكتب لي في التعليقات ان هو بيحبه. تمام، هنحط بقى رشة صغيرة من الفلفل الاسود ورشه صغيره من البابريكا. يبقى فلفل اسود وبابريكا ودقيق ونشا وملح. هنحط بقيه المكونات دلوقتي. دي رشه البابريكا. هنحط كمان تقريبا نص معلقه صغيره مليانه من البيكنج باودر. نص معلقه صغيره مليانه من البيكنج باودر. وهنحط بياض بيضتين. هناخد بيضتين كده ونحط منهم البياض بس، وعين الصفار اعملي بيه اي وصفه تانية. هنحط تقريبا كوبايه الا ربع من الميه. وبس كده التتبيله بتاعتي خلصت. هنقلب الفراخ كويس جدا جدا وهندخلها التلاجة 3-4 ساعات. كل ما بتقعد في التتبيله بتاعتها دي كل ما بتبقى احلى وبتبقى اطعم. بس انا قلبتها وسبتها في التلاجة تقريبا 3 ساعات او 4 ساعات، وبعدين ابتديت اشتغل على بقيه الوصفه. هنبتدي بقى نجهز النودلز، والنودلز مفيش اسهل منه. هجهز الخضار. انا حطيتها، كان عندي جزر، عندي فلفل، وعندي كمان بصل وتوم. لو عندك كمان كوسه حطي، فلفل الوان حطي. كل ما تحطي خضار كل ما يبقى احلى، بس صراحه ما كانش عندي. وديت النودلز الصيني. البنات جايبينها من عند بناتي، يعني ولادي جايبينها من بيت الجمله، وجابوا كمان سويت شيلي، وجابوا صوص او صويا صوص بس دارك، يعني الغامقه، دارك صويا صوص. حطيت بقى مقلة على النار ونزلت بيها بشويه زيت كده حلوين، ومش هنعمل الاكل غير بالزيت. ونزلت بقى بالخضار بتاعي كله، الثوم والبصل والجزر والفلفل الاخضر. لو عندك فلفل الوان حطي، عندك كوسه كمان قطعيها زي الجزر كده وحطي. لازم الحاجه تبقى رفيعه كده وانتي بتحطيها في المقله. هنبتدي نحط الصوص اللي هننزله على النودلز. ده تقريبا 3 معالق كبار من الدارك صويا صوص. 3 معالق كبار. وهنحط كمان 3 معالق كبار من السويت شيلي. وبعدين يعني بتقعد عندك الحاجات دي في التلاجة، بتقعد معاكي فترة. يعني انا هناخد 3 معالق كبار من السويت شيلي. وهحط كمان هنحط فلفل اسود ومكعب مرق الدجاج. انا ده اللي هو عملته زي البودرة كده، لو مش حابة استبعديه خالص. ورشة بابريكا. كانت حاطه ميه بتاع عشان نسلق النودلز، وحطيناه في الميه على طول عشان النودلز تتسلق. خلي بالك ما بتاخدش وقت خالص، يعني ما بتاخدش وقت في السلق خالص. قلبيها وسيبيها ما تاخدش وقت. شوفي مكتوبه على الباكت قد ايه هتاخد معاكي وقت. هنزل بشويه جنزبيل ومعلقه صغيره من السكر. ممكن تحطي عسل وممكن تحطي سكر بني، اللي متاح عندك حطيه. هقلب الكلام ده كويس. هنزل كمان بمعلقتين من الخل، يعني فيما يعادل معلقتين صغيرين او معلقه كبيره، بس كده مش اكتر. هنزل بقى بنص كوبايه ميه، فيما يعادل يعني نص كوبايه ميه، مش اكتر من كده.
وهقلب الكلام ده كله مع بعض كويس، وهنزل عليه بمعلقه كبيره من الدقيق علشان يمسك لي معايا الصوص كده، ويبقى الصوص متماسك، ما يبقاش خفيف قوي ويمسك على النودلز. هقلب كويس كويس جدا قبل ما ادخله على الخضار او قبل ما انزله على الخضار. تمام، هقلبه كويس. وفي الوقت ده الخضار اللي احنا حطيناه في المقلب يدبل، هنزل بيه عليه على طول. اول ما دبل هنزل بيه عليه بالصوص اللي احنا عملناه ده. تمام، هقلب بقى تقليبه كده وهركنهم على جنب. اول ما يتقل معايا الصوص هقوم راكناه على جنب. هنبتدي بقى، كان خلاص هناكل قليه الفراخ. بتاخديها زي ما هي كده بقى تقليها، بس تحطيها واحده واحده علشان ما يمسكوش في بعض لو حطيتي كميه كبيره. احنا بننزلها واحده واحده على قد المقله بتاعتك ما بتاخد. هنعمل الصوص بقى السويت اند صور اللي هننزل فيه الفراخ. نص كوبايه من الكاتشب على نص كوبايه من السويت شيلي. هنزل كمان عليهم بتقريبا ربع كوبايه من الصويا صوص، وهقلب. انا حاطه سويت شيلي، مش هحط عسل او سكر ولا اي حاجه عشان احنا ما بنحبش الحاجه مسكره قوي. وكمان الكاتشب مع السويت شيلي مع الصويا صوص هيدي معاكي نتيجه جميله جدا. هنزل بقى بشويه شطه وشويه تباسكو اللي هي الهوت صوص، شويه شطه وشويه هوت صوص. ماشي، هقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه، وهي كانت كده معايا جاهزه جدا. ممكن تحطي معلقتين عسل، ممكن تحطي شويه سكر وتقلبيهم معاهم لحد ما يسيحوا، بس احنا كده بالنسبه لنا زي الفل. خلاص تمام كده، خلاص كل حاجه جاهزه معايا. الفراخ هاخدها على طول بعد ما اخلص الكميه اللي عندي، هنزل بيها على الصوص ده وهقلبها كويس جدا. خلي بالك الفراخ جربيها في الاول، جربي واحدتين، لو لقيتي الغلاف بتاعها بيقع منها زوديها معلقه نشا او معلقه ونص نشا. تمام، جربي الاول واحده او الاثنين، بس المقادير اللي قايله لك عليها دي مظبوطه بالملي، مش هتحتاجي اي حاجه باذن الله. هنقلب بقى الكلام ده كله مع بعض كويس، ونمزج الفراخ مع الصوص اللي احنا عملناه. النودلز برضو اول ما اتسلقت نزلت بيها على طول على المقله وقلبنا المقله، وكده خلاص الوصفه بتاعتنا جاهزه. كان طعمها خرافه جدا. هنكمل بقى الطبق، هنغرف الاطباق. احط لكل واحد شويه من النودلز دي وشويه من التشيكن سويت اند ساور. كان طعمها خرافه، جربيها، سهله وبسيطه وطعمها حلو جدا. على فكره اكلتها في المطاعم كتير، بس انا عملتها في البيت صدقيني اطعم واحلى كتير من المطاعم. بس كده غرفت الاطباق، وهحط على الوش بقى كده علشان يبقى بجد حقيقي صينيه بجد. حطيت على الوش كده شويه سمسم، على الوش كده رشه سمسم. ويا سلام بقى لو عملتي النودلز بزيت السمسم، بس انا للاسف ما عنديش زيت السمسم. بس انا رشيت بقى على الوش كده شويه كده حلوين من السمسم على النودلز وعلى التشيكن كمان على الفراخ. تمام، وكلي بقى، واحلى اكله هتاكليها، تغيير طعم وطعم حلو جدا، وللي بيحب الاكل الصيني، لان انا عارفه في ناس كتير ما بتحبش الاكل الصيني. طعمها قريب جدا 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 من المطاعم. جربيها ان شاء الله هتعجبك. ويا ريت لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وتشتركي معايا في القناه وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد من وصفاتنا. اشوفك في فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.